لتساعد طفلك الرضيع إنه ينام ويعلم حاله إنه ينام لحاله. هدول ال5 خطوات كان الجنين وهو ببطنك يشعر فيهم ويحس فيهم. رح نطبقهم اليوم على طفل رضيع عمره 10 أيام. الخطوة الأولى هي الكوفلية. الجنين وهو بالرحم كان ممسوك بكيس الحمل، وهذا الكيس كان دايما محسسه انه هو بأمان. لنحسسه بهذا الشعور بعد الولادة بدنا نكوفله ونحضره للنوم بالخطوة الأولى. عادة الأطفال بيبكوا كتير وإحنا عم نعمل كوفلية، مش لأنه متضايقين، بس لأنه رح تريحهم بعدين، فما تخافي. الخطوة الثانية هي الحمل بالطريقة الجانبية. رح نحمل الطفل بطريقة جانبية، وهاي الحملة بتساعد الطفل إنه يرتاح. كمان إذا كان لسه عنده تتشاي أو غازات بمعدته بيطلعوا بطريقة الحمل هاي. الطريقة الثالثة بنسميها الضوضاء البيضاء، وهي صوت كان يسمعه الجنين وهو ببطنك، صوت تدفق الدم خلال الحبل السري، وهذا الصوت بيكون عالي بالنسبة للطفل، صوت مثل صوت السشوار أو مثل صوت أدوات بتكون تباع للأطفال تعمل صوت الضوضاء البيضاء. الخطوة الرابعة هي الهز، بس مش أي هز، بدنا نحاول نهز راس الطفل بطريقة الهز الخفيفة. هذا الهز بيساعد الطفل إنه يرتاح ويبدأ ينام. ممكن إذا ما بدك تهزي على إيدك نهزه على الكرسي الهزاز للأطفال. الخطوة الخامسة والأخيرة هي المصاصة. عملية المص عند الأطفال الرضع بتساعدهم يرتاحوا ويناموا، لأنها بتفرز مواد بخلايا المخ بتساعدهم على الارتياح. بس انتبهوا، المصاصة نبدأ نتخلص منها بعد سن 1.5 سنة، ومش محبب تضلها مع الطفل بعد 2 سنين. وإذا ما بدك تستعملي المصاصة ممكن تستغني عنها، وعشان هيك خلينا لك إياها آخر خطوة لتنييم الأطفال. هدول ال5 خطوات